السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعضياتنا تتمة الفتحة ديال العنق. المهم قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو بغيت نناقش معكم واحد الموضوع مهم بزاف بالنسبة للسيدات اللي تيخدموا بالحرير العادي، الحرير ديال الصابرة. اغلبيه تيتشكاو كيقولوا بلي الحرير ديال الصابرة تيكون دغيا تيتشنتف ليهم. فواحد السيدة من المتابعات كتبات واحد التعليق، كتبات لي فيه باللي الحل ديال هذا المشكل وهو انك تفوري الحرير. كيفاش غتفوري الحرير؟ بحال كتفوري كسكسو نفس الطريقه. غتاخدي البرمه وديري فيها الماء وتخليه حتى يطيب، وديري الكسكاس، تحطي في الكسكاس الحرير ديالك بالصابره ديالو، يعني غير تشريه حطيه نيشان يتفور. فاش تيطلع هذاك البخار ديال الماء هو اللي تيخلي الحرير كيترخف. المهم هاد الطريقه هذه راه تيستعملوها الخياطه بالنسبه للطراسن، تيديروها للطرسان باش يترخف الطرسان وكي يخدم ليهم بسهوله. المهم انا هاد الطريقه ما جربتهاش، ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم بلي انا راه جربتها واللي هي راها ناجحه 100%. انا شخصيا ما جربتهاش. جربوها وشوفوا واش غادا تعجبكم ولا لا. المهم انا كنظن ان هاد الطريقه غتكون ناجحه، حيت الحرير الى تفور نوعا ما يقدر يخدم لك مزيان. المهم جربوها وجاوبونا في التعاليق، كتبوا لينا واش الطريقه مزيانه ولا لا. بالنسبه لي انا صراحه وبكل صدق ما غاديش نجرب هاد الطريقه. علاش؟ حيت انا اصلا ما تنخدمش بالحرير ديال الصابره، خدمت به مره واحده في الموديل الاسباني، وصراحه ندمت حتى خدمت به حيت تشنتفت ليا الخدمه واخا هكاك. هادشي علاش قررت ما بقيتش نخدم به نهائيا. دائما تنخدم بالحرير المبروم كيف ما كتشوفوا معايا دابا في الخدمه، بالحرير المبروم. فاش كتشوفوني خدامه بالحرير ديال الصابره راه غير على قبل التصوير، غير مع التصوير كنهز يعني الحرير اللي كيبان لي اللون ديالو غادي يجيني مع التصوير وتنخدم به عادي جدا. اما في الخدمه ديال بصح كنخدم بالحرير المبروم، تنديرو على 4 ديال الشعرات كيف ما شرحت لكم في واحد الفيديو وتنخدم به. المهم حاولوا تجربوا الطريقه وكتبوا في التعاليق واش الطريقه فعلا مزيانه ولا لا. اللي جرباتها تكتب لينا في التعاليق باش السيدات والاخوات يستافدوا. والمهم كنشكر هاد السيده جزيل الشكر اللي كتبات هاد التعليق وشرحات لينا هاد الطريقه هذه. طريقه مزيانه وعلاش لا الواحد يجربها. اغلبيه يخدموا بالحرير العادي، يعني الاغلبيه، واغلبيه يعانيوا بطبيعه الحال من هذا المشكل. المهم كنتمنى ان هذا الحل ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا جزيلا للسيده اللي عطاتنا هذا الحل هذا. ودابا نكمل معكم الخدمه. المهم مره كنكتب باش نعاون يعني بالكتابه، باش حتى الا بقيت غير داويه تكون الكتبه يعني كتشرح راسها. فنكملوا مع بعضياتنا الخدمه. درنا 8 ديال الاعمده بطبيعه الحال اللي نفس العدد باش خدمنا الكوزه، زائد 2 سلسله. وكننتقلوا بطبيعه الحال لهذا الفراغ باش نديروا 2 ديال الاعمده، 2 سلسله، وغادي نمشيو لهذا الفراغ اللي كنا خدمناه ب5 سلسله. درنا 3 سلاسل اللي كيمثلوا لنا ارتفاع العمود، زائد 2 سلسله اللي تيمثلوا لنا الدوره. هذيك الدوره اللي تدوري يعني الدوره باش كدوري بالخدمه. المهم غادي نعمروها بطبيعه الحال. هاد ال5 سلسله كنخدموا فيها 3 عمود بلفه. 3 الاعمده، 3 الاعمده راهم مهمين، غتبقاي ديما غادا خدامه بهم حتى تكملي هاد الشبكه. الآن كنرتفع ب3 سلسلة زائد 2 سلسلة. أنا كنحاول ما نخدمش لكم 5 سلاسل في دقة واحدة، غير باش تفرقوا ما بين 3 الأولى لاش كتصلح والجوج الثانية لاش كتصلح. في هذا الفراغ هذا تنديروا بطبيعة الحال 2 عمود بلفة زائد 2 سلسلة، ونمشيو للفراغ الموالي نخدموا بطبيعة الحال العمود الأول، نحاول نثبت هذا الخيط ونرجع نخدم بطبيعة الحال العمود الثاني بلفة واحدة فقط زائد 2 سلسلة.
وفوق من هاد 8 ديال الأعمدة كنمشي نخدم فوق العمود الثالث مباشرة 1 عمود، وثاني عمود بلفة، وثالث عمود، ورابع عمود. المهم حنا واخا هنا استعملنا السرعة ماشي مشكل. المهم 5، وهذا هو العمود السادس والعمود السابع والعمود الثامن. 8 عمود بلفة. لاحظوا معايا الخدمة كيفاش غادة. هذيك الشبكة ديالنا غادة وكتكبر، وبطبيعة الحال غادين وتنزيدو نعمرو في هاد الخدمة. 2 سلسلة زائد 2 عمود بلفة داخل هاد الفراغ هذا، 2 سلسلة، ونمشيو للفراغ الموالي العمود الأول والعمود الثاني، 2 عمود بلفة. المهم غتكملوا الخدمة حتى توصلوا للصدفق ديالكم. لاحظوا معايا هنايا الخدمة. المهم انا هنا غادي نرتفع حتى نوصل للنص ديال الخدمة، ما غاديش نمشي غنمشي حتى لهذا المكان هذا حتى تولي عندي النص في الجوزة. يعني غنمشي حتى نوصل لهذا النص، ومن بعد غندور ونكمل الخدمة ديالي. المهم نتلاقاو باش نشوفوا الدورة ديالنا كيفاش ندورو ونكملوا الخدمة. كيف ما كتلاحظوا معايا ارتفعت بالعمل حتى وصلت لمنتصف الجوزة، النصف يعني. كيبقاو عندك هذوك جوج الفراغات في الاخر. اللي بغات ديرها كبيره تخلي غير فراغ واحد، تبقى غاده حتى يخرج لها غير فراغ واحد. اعطيها غير فراغ واحد، تابعه 2 اعمده، 2 سلسله، صدفه. هذه انا كنت درتها في هذيك الجوزه اللي الوسط، كنت كبرتها درتها كبر من هذوك الجوزه، الكبر من الجوزه الاولى والجوزه الاخرى. مع انا خدمت ثلاثه ديال الجوزات. درت الاولى صغيره، والوسطانيه درتها كبيره شويه. المهم كيف ما شفتوا معايا في الصوره، كيف ما غتشوفوا معايا في الصوره في نهايه الفيديو. هنا خدمنا بطبيعه الحال الصدفه زائد 2 سلسله، وتبعناها هاد الاعمده، العمود الثالث والعمود الرابع فوق الفراغ. المهم 4 ديال الأعمدة كالعادة زائد 2 سلسلة. أنا كنحاول منركزش بزاف على دوك الجناب، حيت اللي غتوصل لهذا المستوى هذا غتكون صافي فهمات الخدمة كيفاش غاده. المهم هو داك الجنب اللي درنا فيه الفتحة هو اللي مهم بزاف، ما تبقى كامل ساهل. المهم هنا كتخدمي فوق ثالث عمود، العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع. 4 ديال الأعمدة. هنا ما تنسوش حنا دابا راه تنجمعوا في الجوزة، يعني في المرحلة ديال الجميع ديال الجوزة، يعني دابا تتسدوا فيها. فهادشي علاش غنبقاو غاديين نعمروا هاد الفراغ هذا بجوج ديال الأعمدة بطبيعة الحال. هي 8، يعني المجموع كامل 8 ديال الأعمدة. 8 بطبيعة الحال، غير أنا اختاريت ندير 8، يعني كل وحدة دير العدد اللي عندها في الجوزة ديالها. شحال ما نتوما خدمتوا على هذاك العدد ديروه هنايا الفوق. لاحظوا معايا مزيان، درت 2 سلسلة 2 عمود. كيف ما كتشوفوا معايا الخدمة بدينا دابا تنجمعوا فيها. 2 سلسلة، ونمشيو للفراغ الموالي 1 عمود وثاني عمود بلفة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة. وبطبيعة الحال غادي نخدمو في الفراغ اللي من بعد منه 2 عمود بلفة زائد 2 سلسلة، وتمشي لهذا الفراغ الأخير اللي مكون من 5 سلسلة، وغادي نخدمو عليه العمود الأول والثاني، ونرجعو نديرو العمود الثالث. 3 ديال الأعمدة في نهاية
في نهاية هاد الشبكة هادي ديروا 3 ديال الأعمدة كيف ما كتلاحظوا معايا. الآن غتستمروا بنفس الطريقة إلى النهاية. النهاية بسرعة وصلنا ليها. كيف ما كتلاحظوا معايا هذاك السطر الأخير درتو كامل أعمدة. علاش غنديرو كامل أعمدة؟ على قبل الخياطه فاش غادي نكون كنخيط في القب غادي خاصني هذوك الاعمده يكونوا وحده بعضياتهم باش تجينا الخياطه سهله. المهم كيف ما كتشوفوا معايا الطول ديال نصف طوق كيف ما شرحت لكم في الفيديو السابق غندير فيه 7.5. هادشي اللي درنا 7.5. هذاك النصف كما قلت لكم غادي يمشي ليا مع الخياطه. يعني فاش غادي نكون كنخيط غادي نلقى بلي نص سنتيم مشى. اما اللي غتخدم اللي غدير الملاقيه بالكروشي او بالرانده فلا داعي انها دير هذاك النصف. تقدر دير غير 7 سنتيم غتكون كافيه ووافيه. هنا دابا غنبداو ديك الجهه الاخرى. كيفاش غادي نبداوها؟ كاين جوج ديال الطرق. اما انك تقطعي الخيط تقطعيه في هذه المرحله هذه وتعاودي تلصقيه في هذاك المنتصف ديال الخدمه، او انك ديري هاد الطريقه اللي غندير انا الان. انا درت هاد الطريقه غير لتفادي انني نقطع الخيط. ما بغيتش نقطع الخيط صراحه. كتقطعيه من بعد تبقاي خاصك تحاولي تدفنيه في وسط الخدمه. المهم انا جاتني هاد الطريقه اسهل. كترتفعي بواحد سلسله فقط وكترجعي تعمري اسفل هاد الاعمده هادو. اما ديري غرزه حشو او ديري غرزه منزلقه. من الافضل غرزه منزلقه. اللي بغات دير هاد الطريقه هذه من الافضل. يعني انا تنقول لكم شنو اللي حسن ما هو الافضل. المهم انا واخا درت هنا غرزه حشو من الافضل ديروا غرزه منزلقه. طبيعه الحال كل وحده دير اللي بان ليها مناسب. اللي بغات تقطع الخيط وتعاود تركبه تقطعوه وتعاود تركبه. بالنسبه اللي غدير نفس الطريقه اللي انا درت حاولوا تخدموا عينكم ميزانكم في هاد الغرز الحشو، ولكن حاولوا ما تكمشوش الخدمه. يعني خليوا الخدمه كيف ما هي على الطبيعه ديالها. يعني خليوها تحافظ على الحجم ديالها. خدموا الغرز الحشو ديالكم ولا غرز المنزلقه اللي يعجبكم، وفي نفس الوقت تحافظوا على الحجم ديال الخدمه. والمهم احنا دابا وصلنا للمنتصف العمل اللي كنا قسمنا فيه الطرفين. يعني درنا الطرف على اليمين والطرف على اليسار. ارجع ندخل في هذا الفراغ اللي كنا قسمنا منه. يعني كنا قسمنا من هذا المكان درت فيه غرزة حشو 1 2 3 4 و5. 5 سلسلة وغلوي الخيط على الكروشي ونرجع ندخل في الفراغ هذا الاخير ولا الفراغ الثالث. اللي حسبنا هذوك 3 الفراغات راه هذا هو الثالث. كديري العمود الاول وترجعي تخدمي بطبيعه الحال العمود الثاني. لاحظوا معايا اهم حاجه دائما كنرجعوا للجهه الاولى اللي حنا خدمناها. في الجهه الاولى كان عندي 2 ديال الفراغات. اصلا عندنا 4 ديال الفراغات في الكوزه. عندنا 4. ملي قسمناها من الوسط غتعطينا 2 ديال الفراغات على اليمين و2 ديال الفراغات على اليسار. فهادشي اللي تنحاول ندير دابا. كنحاول نخدم 2 ديال الفراغات في الجهه اليسرى. خدمنا بطبيعه الحال فوق ثالث عمود كالعاده، وغتستمروا فوق كل عمود ديروا عمود وتخدموا الشبيكه ديالكم وديروا الصدفه وترتفعوا ب3 سلسله وتكملوا. المهم الان غادي نكملوا الخديمه ديالنا. الا رجعنا طلينا على الكوزه اللي عندنا لتحت غنلقاو من المفترض نخدموا 6 ديال الاعمده في النهايه. هادشي في النهايه ديال العمل. حنا بطبيعه الحال شنو درنا؟ قسمنا الخدمه من المنتصف فما غاديش نديروا 6 ديال الاعمده. المهم نكمل معاكم حتى نوصلوا لهاد المرحله. 2 سلسله تابعها 2 عمود باش تعطينا الفراغ الاول. 2 سلسله ودابا غادي نخدموا اسفل هذيك ال5 سلسله اللي حنا درناها.
العمود الأول والعمود الثاني، 2 عمود بلفة زائد العمود الثالث. هنا إلا تذكرتوا معايا في الجهة الأخرى كنا خدمنا 3 الأعمدة، وهنا 3 الأعمدة، يعني المجموع 6 ديال الأعمدة. إذا حنا رجعنا خدمنا بنفس الطريقة باش كنا خدامين الكوزة ديالنا. لاحظوا معايا مزيان، عندي 3 على اليمين و3 على اليسار. دابا ترتفع ب3 السلسلة، وكنرجع بطبيعة الحال فوق هذا العمود الثاني باش ندير ثاني عمود، حيت كنعتبر 3 سلسلة عمود. هنا عندي 3 الأعمدة، وكنجي الآن فوق الفراغ وكندير العمود الرابع، ونخدم بطبيعة الحال فوق الفراغ ندير العمود الخامس. 5 ديال الأعمدة. إلا رجعنا للكوزة غادي نلقاو 10 الأعمدة، فاحنا قسمناهم من المنتصف، عطاتنا 5 على اليمين و5 على اليسار. اللي مهم، يعني شنو اللي بغيت نوصل لكم من هاد الفتحة ديال العنق، وهو أنه نفس الأعداد اللي عندنا في الخدمة ديالنا العادية تنقسموهم من المنتصف. إلا كانوا عندك 10 الأعمدة غادي ديري 5 على اليمين و5 على اليسار. عندك 14 عمود غديري 7 على اليمين و7 على اليسار، وما تبقى عادي جدا. نفس الخدمة باش انتي كنتي خدامة غتبقاي غادا خدامة. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم باش نشوفوا البريد، طريقة عمل البريد في هذه الخدمة هذه، باش تعطينا نفس الشكل ولا نفس الصورة اللي عندنا في الجلابة الخضراء اللي وريتها لكم في الفيديو السابق. المهم مشاهدة ممتعة، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا لكم كاملين كاملين كاملين.